السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. النهاردة حلقة نارية فيها فنيات، وداخلين على مباراة يعني الأهلي كان في أشد الحاجة، كنت ممكن تريح نفسك أهو بالمراسة أهو وبورتو تعادلوا. تخيل كده لو الأهلي كده كسب انتر ميامي، تخيل كده معايا كده، كنا نريح نفسنا. ليه دايما ندخل نفسنا في مواقف صعبه ونخش ان احنا نعارك مع ونخش ماتش صعب قوي زي ماتش بالميراث؟ فبصراحه يا جماعه المباراه اللي جايه صعبه قوي. الناس دي لياقه بدنيه وكوره هجوميه ولاعيبه من مدارس تانية، سواء المدرسه البرازيليه او حتى المدرسه البرتغاليه. انا اتفرجت على المباراه والحمد لله الماتش طلع تعادل، الحمد لله. يعني التعادل كلنا حبايب، كله معاه بونت، الاهلي بونت، انتر ميامي بونت، كلها بونت، كله معاه نقطه. فده في حد ذاته الحمد لله. يعني احنا من اهم الخبر الحلو اللي كله تعادل، لكن الخبر السيء اللي احنا داخلين على فرقه ناريه. ابرز اللعيبه طبعا الموجوده عندهم ستيفانو اللي راح تشيلسي، لعيب شقي 18 سنة، عيل بيجري، هو محور الأداء بصراحة. يعني هو دايما اللاعب اللي واخد حرية كبيرة جدا جدا في الفريق بصراحة، بيتحرك في اليمين، يخش في العمق الملعب. الفرقة كانت بتلعب 4-2-3-1، فالمدرب فييرا الفترة الأخيرة بقى بيلعب بطريقة 3-4-3، وبيعتمد الحقيقة على الشغل التكتيكي والعمق، اللي هو دايما فاتح الملعب، بيعتمد على العمق، وعنده في وسط الملعب لعيب كبير قوي، لاعب محوري قوي، لاعب معلم قوي. اللاعب فيليبي اندرسون، ده لاعب الطرف عفوا. اللاعب في وسط الملعب ريتشارد رويس، اللاعب الكولومبي ده، ركزوا معاه، ده افتكروا كلامي كويس قوي. لاعب بيمسك الكوره، دايما بياخد الكرات الثانيه. من اهم اسلحه بالميراث البرازيلي ان هم دايما اما بيضغطوا ضغط عالي، ان هو دايما بياخد الكره الثانيه، ما بيسيبلكش فرصه. يعني دايما الفرقه دي ملهاش كبير، يعني ما تقدرش ان انت تقول بالميراث البرازيلي ده ليهم طريقه لعب معينه. ممكن في وقت من الاوقات يقلب لك الاربعه، يروح جاي يقلب لك الطريقه الثلاثه. فبصراحه عن اخطر لعيبه ستيفانو الجناح اليمين الشقي ده اللي راح تشيلسي، لعيب خطير يا جماعه، ناخد بالنا منه. وانا في رايي الشخصي كوكا ما يلعبش باك ليفت، مش هياكل معاه عيش كوكا خالص. مصطفى العش احسن دفاعيا، راجل كويس هيقدر يقف مع المسانده طبعا من